سبحان الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم الله 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 الله. جد الحسنين قلبي يهواك يا طه الزين على بابك عبد واقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أيها وعليكم الكرام. السلام ورحمة مرحبا الله وبركاته يا بشيخنا أبناء الكرام. الدكتور الشيخ، مرحبا بالدكتور هزاع زكريا الهزاع الغالي. هل هي يجوز قراءة أصلا القرآن في فترة الحيض؟ يجوز قراءة القرآن في فترة الحيض بالعيون وليس باللسان. تفتحين القرآن على التابلت أو على الجوال تبعك وتقرأين بعيونك، واللي بتقرأيهم بعيونك ما بتحسبيهم مع ختمات رمضان، هدول بيكونوا ختمات على جنب، ختمات لحاله. ولا تضعي يدك على الحروف تبع القرآن، حطي ايدك على طرف التابلت، على طرف الجوال انت وعم تقلبي. وشيء آخر إيه، ما بدنا نرخص لهم شيخي والله. شيخ أم عمر إن شاء الله بدنا نعمل لك فصل نهائي إن شاء الله. 5 أيام بدون مد ولا لايف، مو لا صباحي ولا مصري ولا عصر ولا شيء. الله يعطيك العافية أنت والشيخ أم عبد الرحمن متفقين والله، أنت وياها 4 أيام ما ولا وحدة إجت ولا لحظة. 3 بدي 4. شو قصتكم يا أخي؟ شو قصتكم؟ المهم يا شباب اتقوا الله. اتقين الله. مرحبا. اهلا بالشيخ طه. اهلا بالشيخ. هلا بالحبيب. خي قوله تعالى يا شباب وسطعا في مصاحف شو اسمه جوالات بيكون معها قلم. شوفوا هذا القلم الكتروني. شوفوا هذا القلم انه قلم الكتروني، له زر هون، له زر هون، اسمعوا. هذا القلم بتحطيه على التابلت وبتقلبي فيه صفحات القرآن وبتقرأي بعيونك. وإذا صليتي على النبي ما بيأثر. الحائض إذا صلت على النبي بلسانها ما في مشكلة، إذا سبحت الله عز وجل ما في مشكلة. بدي أسألك سؤال، تفضلوا اللي عنده سؤال. زوجي بيقرأ الفاتحة وسورة قصيرة بالقرآن، نعم، بالفرض، ولكن بقراءة الفاتحة بالسنة ولا يقرأ سورة صغيرة. هذا صحيح عند الشافعية. عند السادة الشافعية بصح الواحد يقتصر في صلاة الفريضة فقط على في صلاة النافلة فقط على الفاتحة في ركوع ركعة. الله يحفظك أخي، والله بالطبخ والأولاد والشيخ عم يتأخر بالليل ليطلع. أيوة طلع أخذ الشيء الصوج من الشيخ، الحق علينا. صيت يا شيخ عمر بعد صلاة الصبح شو، بعد صلاة العصر شو. خلاص إن شاء الله بدي أعمل طقم مشرفات جديد. طقم مشرفات، مش مشرفين على عيننا وراسنا. الدكتور زكريا الهزاع والدكتور عماد العبيدي هذول على العين والراس، اما مشرفات جلائيلي. حبيبي. تفضل شيخي. اقرا يا رب سيدي اقرا. توكلنا على الله. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله. قبل ما تقرا سيدي ادعوا له يا شيخ، ادعوا له للشيخ
يطالع سيارته بخير وسلامة، حاجزين له سيارته امبارح لأنه حطها بمكان فحجزوا له السيارة، هلا بده يروح يطالعها بعد شي ساعة. سألوا الله إنه الله يفرج عن سيارة الشيخ وعن الأمة الإسلامية الله كلها. يرضى عليك. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك يا رب. الحمد لله الحمد لله. ولا بالعيون أنتم معذور، تتبعوا اقرأوا بس بالعيون. خطوات الشيطان إنه لكم عدو كيف تقرأون يا مبين. سيدي؟ 8 أزواج. دوامة 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. جزاك الله خير. دقيقة واحدة سيدي. الأخت آبل، شيخ أنا بتمنى ترجعي، أنا حامل بس عم يصير معي نزف، هل يجوز أكمل الصلاة والصيام؟ أختي الكريمة، هذا النزف ليس له علاقة بموانع الصلاة والصيام. يعني إذا كملتي الصيام أو بدك تصلي صلاتك صحيحة والصلاة واجبة عليك وصيامك صحيح، ولكن إذا كان هذا النزيف يؤثر على صحتك وعلى الجنين، يعني بيروح سوائل الجسم، لازم افطري ثم تقضين هذا الصيام بعد رمضان بعد الولادة. والأخت اللي سألت كمان، الأخت اللي قبل منا سألت، أخي أنا حبلة بتوم أصوم ولا ما أصوم؟ أختي الكريمة لا تصومي، معك عذر من الله عز وجل بعدم الصيام. اكتبي على ورقة أنا فطرت 20 يوم 25 يوم 30 يوم، بس لا تولدي التوأمين ويجوا بالسلامة بتقضي الأيام اللي عليك، والله تعالى أعلم. أهلين وسهلين. إيه ليس حيض، لا ما في حيض عندنا وقت الحبل ما في حيض. اقرأ أنا شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الله سيقول الله. الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. الله. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها
سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. الله يا الله. أختي الكريمة، إذا كانت إخواني الأكارم، إذا كانت الحامل والمرضعة تفطر في رمضان، عند كل المذاهب يجب عليها إعادة هذا اليوم القضاء، يعني فقط، ولا إثم عليها ولا كفارة عليها، بس تقضي اليوم اللي فطرته برمضان. عند السادة الشافعية وبعض المالكية، عند السادة الشافعية إذا كانت الحامل أو المرضعة إذا كانت فطرت في رمضان خوفا على الجنين اللي ببطنها أو الجنين اللي عم ترضعه، بتدفع عن كل يوم 1 كيلو رز أو 1.5 كيلو رز. أما عند بقية المذاهب ما في دفع، بس قضاء، سواء خافت عن حالها أو خافت على الجنين. الآن عند المذاهب كلها، أعيد استوعبوا علي منيح، عند المذاهب كلها المرأة الحامل والمرأة المرضعة إذا أفطرت في شهر رمضان خوفا على حالها ما في عليها شيء أبدا بالمذاهب كلها، ما في عليها شيء بالمذاهب كلها. أما إذا أفطرت خوفا على الولد اللي عم ترضعه مشان ما يروحوا حليباته، أو خوفا على الجنين اللي ببطنها، وقتها يجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم عند السادة الشافعية وبعض المالكية. وإذا ما دفعته عملا بالمذاهب الثانية إن شاء الله بيسامحنا وبيسامحكم. بس المهم لا تعرضي نفسك للخطر ولا جنينة. إذا أنت حامل، وخصوصا هي اللي سألت إنه عندها توم، أنت اللي عندك توم بدون أكل كتير، بدون مي كتير، بدون شغل، ما تضري حالك وتضريهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عم يحكي معي بعض العالم من يومين، اتصل فيني واحد عم يقول لي يا شيخ أنا عندي مرض ضغط، أنا ما بستوعب بمخي إنه أفطر أنا برمضان، أنا من وقت ما كنت ولد صغير ما بفطر. لك يا أخي هذا كلام ما بيجوز، هذا اعتراض على الله. الله عز وجل أمرك بالصيام 40 سنة وأنت عم تصوم 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 تصوم. هلأ الله قدر عليك إنك تفطر، خلص افطار يا أخي، افطار. في واحد أخ كمان سأل سؤال مهم كتير، إنه أنا بشتغل بتعتيل الطحين، هل يجب علي أصوم ولا أفطر؟ يا أخي يلي بيشتغلوا أشغال شاقة لا يجب عليك أن تترك العمل لأنك صايم. لا تعطل في رمضان، خليك بشغلك، بتتسحر وبتشرب مي وبتنوي الصيام وبتروح على الشغل. انت وعم تشتغل إذا حسيت إنه حلقك نشف، الماوية تبع جسمك راحت، عرقت كتير، فرطت، حط الأكل والشرب واشرب، كل واشرب، كل واشرب عند المشقة. لا يكلفك الله أن تتابع الصيام، ولا يكلفك الله أنك تروح عند صاحب العمل تقول له أخي أنا بدي اشتغل بس نص دوام مشان أروح على البيت. إذا أنت أمورك المالية جيدة وبتقدر تكفيك نص راتب، قل له أخي أنا برمضان بدي اشتغل نص دوام إذا قبل. أما تقول له والله بدي اشتغل نص دوام، يقول لك لا روح يا أخي بدي إياك، يقلعك من الشغل. لا، خليك بالشغل، وبتروح على الشغل وبتصوم، ولما بتتعب كتير تشرب وبتاكل، وبعد ما تخلص شغل بأيام العطلة بعد رمضان تقضي هذه الأيام بعد شهر رمضان. أهلا بالشيخ، اقرأ. تفضل. زهرة البنفسج ما شاء الله صار يمكن عندها 20. لا أخي لا يترك الشغل، لا يترك الشغل. أصحاب الأعمال اللي فيها مشقة لا يكلفك الله أن تترك شغلك أو تنفصل من عملك مشان الصيام، لا يكلفك الله ذلك، ولا حدا يفتي من عنده. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. واحد عم يشتغل بصهر الحديد أو بصهر البلور، عم يسوي هي التحف البلورية قدام الفرن اللي مثل النار، هذا كل شغله هون. نقول له اترك الشغل وروح اقعد بالبيت شحاد من الزناقيل لأنه الدنيا صيام. لا يكلفه الله ذلك، بيفطر
وبيقضي يوم العطلة سبت وأحد، ممكن إعطاء زكاة الفطر إلى الأخت. إذا الأخت متزوجة ساكنة مع أهلك، ساكنة لحالها مع جوزها، ساكنة هي وأولادها الأيتام لحالهم، بجوز. أما إذا أختك ما في عندها معين وساكنة عندك، أبوك متوفي، هي يتيمة، هي ما بجوز تعطيها صدقة الفطرة، حتى الفطرة تبعها عليك. إذا عندك أخت عمرها 12 سنة، 15 سنة، 17 سنة، 20 سنة، أبوك متوفي وتركها عندك وما لها متزوجة، هذه البنت نفقتها عليك، وحتى زكاة الفطرة تبعها عليها، هي صدقة فطرة، أنت بتطالعها عنها لأنه أنت ولي أمرها، أنت اللي عليك نفقتها. أما أختك متزوجة، نفقة أختك على زوجها، بس هي وجوزها فقراء، خذوا الفطرة واعطيها إياها، بجوز. بسم الله. أتمنى تجاوبني. أنا إذا كنت متوضي ووقعت على ظهري ولازم أشرب دواء، هل يجوز كسر الصيام؟ إيه يجوز. إذا واحد أصيب بالكسر، أصيب بعملية، عنده مشكلة، عنده كذا، بجوز يفطر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يجوز إنه تعلي صوتي بالصلاة بحكم تعليم الطفل، ولكن بشرط ما يكون في رجال يسمعوا صوتي، يعني ما يكون بيتك أرضي والشباك مفتوح. تفضل شيخي. يلا، الله يصبرك علينا يا شيخ طه. الله يكرمك. الله أعوذ يكرمك. بالله الله من يجزيك خير. الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سبحانه وتعالى. أهلين وسهلين بشباب طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا حبايبنا. اللي يحل له أن يفطر في رمضان والمسافر فقط، زياد أن يفطر المريض والمسافر فقط. اللي يعني هلا عم تفتي أنت زياد الدرويش ولا عم تتعلق على كلامنا ولا شو؟ الذي يحق له أن يفطر المريض والمسافر وصاحب العمل الشاق وصاحب الحمل المرأة الحامل وصاحب الإرضاع المرأة المرضعة
اي نعم، اي نعم، اي نعم، كله بيفطر يا اخي. الله 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 الله. طيب اعطيني دليل علمي. روح لعند ابوك وامك على السريع، قل لهم يسجلوك بمعهد شرعي، قل لهم سجلوني بمعهد شرعي مشان انا اتعلم الادله الشرعيه. زياد الدرويش، الادله الشرعيه بدها دراسه اقل شيء 4 سنوات في كليه للشريعه، او اقل شيء دراسه 6 سنوات، 6 سنوات في معهد شرعي، ثم بعد ذلك تصبح مؤهلا لفهم الادله تبع الدين. العمل الشاق مسموح الفطر يا اخي، مسموح الفطر. صاحب العمل الشاق، صاحب العمل الشاق بيتسحر، أعيد الكلام، بيتسحر وبيشرب مي وبينوي صيام اليوم الثاني، نويت صيام هذا اليوم بعد أذان الفجر، يعني اليوم بدي صوم أنا، أنت عم تتسحر على السحور، بتقول اليوم أو بكرة، قصدك بعد ساعة بعد ما يبلش أذان الفجر، نويت الصيام هذا اليوم عن أداء شهر رمضان لهذا العام إيمانا واحتسابا لله تعالى. وبتطلع من بيتك، بتحط راسك وبتنام بعد الفجر، تصلي الصبح وبتنام، بتفيق الساعة 8 9 10 حسب دوامك، تحمل حالك وبتروح على الشغل. انت وعم تشتغل قدام سيخ الشاورما اللي مثل النار، او عم تشتغل قدام الفرن تبع الحديد او الرصاص او النحاس او الفونت، في مشقة، في عرق، عم تشتغل، فرطت، خلص المي تبع جسمك من العرق، شو بتساوي؟ قدامك انية مي بتحطها وبتشرب. في يوم رمضان، في يوم رمضان، يعني ما بيجوز، يعني ما بصير انه روح اترك الشغل وانفصل من الشغل مشان ما ينتزع صيامي، لا يجوز. طيب اذا قاومت وبعدين متت، اذا قاومت، اذا قاومت الصيام وانا قدام الفرن ومتت، تعتبر قاتل نفس، تعتبر قاتل نفسك. الذي يموت وهو صائم، الذي يموت وهو صائم وقدامه مي من العطش او من الجوع يعتبر قاتل نفس. الله عز وجل ما امرنا بالدين مشان يموتنا، ما امرنا بالدين مشان يموتنا. مو كل واحد بيجي يروح يتعلم وتعال تتكلم يا ولدي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. روح ادرس بالمعاهد الشرعيه والكليات الشرعيه، بعدين اللي يعطيني دليل. يا الهي، والله كان في شيخين في دمشق، في شيخين طالبين علم والى الان احياء يرزقون، كانوا يعملون في ليبيا، كانوا يعملون في ليبيا، كانوا يعملون. انت عم تحرض من الناس يفطر؟ نعم، انا احرض اللي عنده شغل مشقه ومتعب ان يفطر. يلي عنده شغل فيه تعب ومشقة وفيه موت، فيه هلاك، إذا خاف على حاله من المرض أو من الموت يفطر. شيوخ دمشق أشاعرة وماتريدية قاتلك الله، قاتلك الله. شيوخ دمشق أكثر الناس اعتدالا في الدنيا بشهادة كل علماء الدنيا. بعدين الأزهر الشريف كله أشاعرة وصوفية، وجامعة الزيتونة في تونس كلهم أشاعرة وصوفية. يلا ديلمي صاحب الفتنة اذهب من هنا. ما بعرف والله منين عم تخيلوا يا شباب، تخيلوا إذا إنسان العمل تبعه مشقة شو بده يساوي؟ بده يتمه عم يعطش 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 لحتى يموت. يا أما شو بده يروح لعند صاحب الشغل يقول له يا أخي أنا ما عاد فيني أشتغل، عم أعطش كتير، إيه تعال هون، هي حسابك عن شهرين اللي شاغلهم من قبل والله معه، روح. أنت رجل عم تفتن في دين الله يا أخي.
ما تكلمت إلا بعد 27 سنة من العلوم الشرعية، ما تكلمت إلا بما علمني الله بعد 27 سنة شرعية في المعاهد الشرعية وفي كليات الشريعة. ما جئت بكلام من عندي. يستر عرضك أعطيني. ما عندي جيست يا أخي، طالع معنا سيدنا الشيخ هون، شو بدنا نطلع معكم جيست؟ الله. نبدأ إن شاء الله. أنا لازم أشرب ماء. إلا لو عندي عملية بعد يوم يجوز أفطر؟ يوم اللي بيكون عندك عملية بتفطر مشان العملية، أما اليوم أنا قبل العملية بيوم لسه ما بلشت العملية، ليش أفطر؟ يعني بفهم الكلام إنه شعبنا تعود على التشدد. مو كله، بعض الناس. يلي بيفطر يا شباب، يلي بيفطر يا حبايبنا، يلي بيفطر في يوم من رمضان بسبب السفر أو بسبب اسمعوني، أو بسبب المرض، أو المرأة اللي عندها حيض، أو المرأة اللي عندها نفاس، هدول يجب عليهم القضاء بعد شهر رمضان فقط. يلي مرض عارض، واحد عنده عملية بشهر رمضان هذا، شو بيساوي؟ بيفطر وبعد شهر رمضان بيقضي. واحد عنده سفر بده يكون حلال أو مباح، ما بيجوز تفطر وانت مسافر مشان معصية، اتق الله. ما بيجوز الواحد يسافر والعياذ بالله من بلد لبلد بده يعمل معصية، بده يروح يشوف حبيبته أو خطيبته أو شو بسموها، يعمل شيء علاقة محرمة، وعلى الطريق شو والله أنا بجوز أفطر لأنه مسافر. لا، ينبغي أن يكون سفرك إما في تجارة أو في نزهة أو في شيء مباح يعني. نعم. والحائض والنفساء هدول بيفطروا وبعد هي بيقضوا. أما المريض الدائم المرض، إنسان عنده مرض خطير، عنده مرض سرطان، عنده مرض غسيل كلاوي، عنده مرض سكر، عنده مرض ضغط، اللهم عافينا، هدول ما بيقدروا يصوموا لا اليوم ولا بعدين. هدول أيها السادة، هدول بعد شهر رمضان بيدفعوا عن كل يوم فطروا. المريض اللي عنده مرض دائم بيدفع عن كل يوم أفطروا في رمضان، عن كل يوم أفطروا في رمضان إطعام مسكين، كيلو ونص رز أو كيلو ونص برغل أو كيلو ونص عدس أو كيلو ونص تمر، زبيب، قمح. الدكتور قال لي اشرب ماء وأكسر. طبعا إذا كان الدكتور لك قبل العملية لا تصوم، إذا قال لك الدكتور لازم قبل العملية بيومين تتمك عم تشرب مي كثير، بجوز إذا معك إذن من الطبيب المسلم إنه لازم تشرب مي كثير قبل العملية، افطر. بصير فطرتي أعطيها لأخي، بجوز الفطرة للأخ والأخت بجوز، وللعمة والخالة بجوز، وللعم والخال بجوز، أما للأب وللجد وللست وللأم وللابن وللبنت ولابن الابن ولابن البنت ما بيجوز. شيخ لو ملتهب كثير وعم بيصير نشفان بالحلق وقريب، هل افطر؟ اذا عرضت حالك على طبيب وقال لك الطبيب لازم تفطر، افطر. الفطر للمريض، الافطار في يوم رمضان للمريض يجب ان يكون برخصة من طبيب مسلم. بتروح عند دكتور مسلم تفتح تمك هيك بيطلع بيشوف الالتهاب بيقول لك انت لازم تفطر، بيعطيك دواء. اول شغله بينظف لك الالتهاب اللي على حلقك بالمقص، وبعدين بيعطيك دواء وبيقول لك اشرب سوائل سخنه. المال اللي بيصير اعطيها لعمتي، زكاة المال ايه بصير، لعمتك بصير ولعمك بصير. هل الابره تفطر في العدل؟ الابر العلاجيه لا تفطر عند جمهور العلماء. اما الابره تبع البنج، الابره تبع السيروم يلي بتكون مشان التقويه الغذائيه، هي بتفطر.
الإبرة تبع المرض لا تفطر، لا بالعضل ولا بالوريد ولا هل يجوز إخراج الزكاة باكرا؟ يجوز تقديم الزكاة. بيجوز تدفع هي السنة صدقة فطرة، وبيجوز تدفع زكاة مالك عن سنتين لقدام. أنت عليك زكاة مال $400، بدك تدفع عن 2.5 لقدام، دفعت 1000. السنة الجاية تحسب قديش أموالك وبتخصم اللي دفعتهم السنة الماضية. بيجوز. بيجوز. صلوا على رسول الله. 148 واحد على اللايف. صلوا على حبيب الله محمد. صلوا على رسول الله محمد. صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا بدك تقرأ شيخ؟ تقرأ؟ نعم 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 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يا الله، جزاك الله خيرا. دقيقة بس سامحني شيخي، بين كل صفحة وصفحة عم ناخذ كم سؤال، معلش. تمام. الأخت اللي سألت إنه أنا حامل بالشهر الثامن بصير الصوم. أختي الكريمة، إذا أنت بالشهر الثامن أو بالشهر التاسع والصيام لا يضرك ولا يضر الجنين اللي ببطنك، بسم الله ما شاء الله هيك بنية جسمك قوية وما عم تتأثري بالصيام، لا مشكلة بصيامك. الصيام للحامل والمرضعة يجوز، ولكن الفطر كذلك يجوز. إذا بدها تفطر بشهر رمضان لأنها عم تتعب أو خايفة على الجنين تبعها إنه ينقصه شيء تفطر. أما إذا بدها تصوم صيامها صحيح. هذا عنده سؤال ثاني. أخوي في مصر على وحدة وهو فقير مدري شو بده اسمحوا فيها وأقول له هدول الفطر بصير إلي مصرات إيه على واحد. لا إخواني الأكارم، زكاة الفطر والزكاة المال لا يجوز أن تكون إسقاط، يجب أن تكون تمليك.
أنا كنت مدين الشيخ طه الخلف $200، اجت علي زكاة الأموال تبعي، اتصلت بالشيخ طه الخلف بقول له يا شيخ طه أنا بدي منك $200، اعتبرهم زكاة مال وما عم بدي منك شيء. ما بيجوز، ما بيجوز. الدين دين والزكاة زكاة. تمسك $200 تعطيهم للشيخ طه، بتقول له تفضل يا شيخ طه هدول زكاة مالي. بيمسكهم الشيخ طه بصيروا بإيده. بعدين بتقول له إذا بتحب يا شيخ طه، إذا بتحب ممكن تسدد لي الدين يلي بدي إياه منك. إذا بده بيعطيك المصاري اللي أعطيته إياهم بسدد لك الدين، وإذا بده بيقول لك لا خلي هدول المصاري بدي إياهم هلا برمضان انفرج أنا وعيلتي، بعد رمضان بسدد لك الدين. كمان بيصير. أما واحد يكون بده من العالم مصاري بيحذفهم على أساس إنه هن زكاة، ما بيصير. واحد بده من العالم شوية دين يحسبون صدقة الفطرة، ما بيصير. اتقوا الله يا عباد الله. أخي غضب على زوجته بسبب شغلة بسيطة وقال لها لم تعودي تلزميني. هل يعتبر طلاق؟ ممكن شرح عن طلاق غير مصرح. هذا اسمه طلاق الكناية. لو قصد بكلمة إنه أنت ما عاد تلزميني الطلاق، يعني إنه ما عاد بدي إياكي كزوجة، يقع طلاق بائن بينونة صغرى، بيعمل عقد عليها جديد ومهر جديد و بدون ما تتزوج غيره. بهي الصورة بدون ما تتزوج غيره. طبعا بيروحوا عند شيخ، مو لحالهم يشتغلوا، بيروحوا عند شيخ. أما إذا قال لها روحي من قدامي ما عاد بدي إياكي، يعني قصده إنه هلا ما عاد بدي إياكي. واحد كان بده مرته قال لها تعالي لعندي على غرفة النوم، اجت لعنده عصب هو وياها، قال لها روحي نقلعي من عندي ما عاد بدي إياكي. يعني ما عاد بدي إياكي الآن، نيتي إنه ما عاد بدي إياكي هلا، ما عاد بدي أقرب عليكي هلا. شو جاب الطلاق للموضوع؟ ما يعتبر طلاق، لا يعتبر طلاق. أخوي أنا بيجوز أعطي الفطرة لابنتي؟ لا يجوز الفطرة لا للبنت ولا لبنت البنت ولا لابن البنت ولا للابن ولا لبنت الابن. أخي الكريم بدي أسألك، صلاة الجمعة لها سنة قبلية؟ في مسألة خلاف يا حبيبي. مسألة صلاة الجمعة القبلية في خلاف. بعض الفقهاء يقول في سنة قبلية وبعضهم يقول ما في. عند السادة الحنفية في، عند غيرهم ما. نكمل هل يجوز صلاة عند أخار أذان الفجر إلا لا يقيم الصلاة؟ ما فهمت سؤالك يا أخي. مرحبا، أنا برضع بنتي بس ما بتشبع مني. جوزي عم يقول افطري لأنه بنتي ما عم. يجوز أن تفطري إذا كانت بنتك ما عم تشبع الحليب أو خايفة إنه حليباتك يطيروا. افطري وبتعيدي هدول الصيامات بعد شهر رمضان. يا الله يا الله. هل يجوز إعطاء الفطرة لبيت الأحمى؟ لا يجوز، لأنه هي صدقة الفطرة عنك وعن مرتك وعن أولادك. فهدول بيت أحماك بيكونوا أهل زوجتك. أهل زوجتك ما بيصير زوجتك تعطيهم زكاة، ما بيجوز. شكرا لك أخي، أهلين وسهلين، شكرا لكم جميعا. كم واحد عندك شيخ على اللايف؟ 52. ما شاء الله ما شاء الله. أنا عندي 175. نعم ما شاء الله. هل يجوز إعطاء بارك الفطرة لأخ الزوج؟ لأخ الزوج ابن حماك يعني. إيه، يجوز يجوز يجوز. هل يجوز للحامل الصيام؟ يجوز إذا كان الصيام لا يتعبها. إذا قلد الدكتور أو الدكتورة للحامل أو المرضعة أنت بنيتك ضعيفة، إذا بتصومي الولد يمكن يموت، ما بيجوز تصوم. واحدة قالت للدكتورة ابنك هاد حليباتك ما عم يكفوه، إذا صمتي يمكن ينقطع الحليب ويمرض الولد. لا تصوم، تفطر وبترضع ابنها وبتشبعه. وبعد رمضان، بعد انتهاء رمضان وانتهاء الحمل وانتهاء الإرضاع تقضون ما فاتكم. طيب بركي متنا قبل ما نقضي اكتب على ورقة إنه أنا علي 20 يوم، علي 25 يوم صيام، علي 30 يوم صيام. الورثة تبعاتك بيدفعوا عن كل يوم 1.5 كيلو رز وخلصت السيرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم جهرا؟ يجوز 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 يجوز. يلا اقرأ شيخ.
قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. جزاك الله خيرا يا شيخ المسلمين. لحظات سيدي، لحظات. سؤال. السلام عليكم شيخ. إذا واحد قال لزوجته أنت حرام علي، إذا قصد بكلمة أنت حرام علي الطلاق يقع طلاق، وإذا قصد بكلمة أنت حرام علي اليمين، يعني مثل والله ما حألمسك، يقع يمين. انتهى الكلام. نحن بتركيا بنصلي التراويح 4 ركعات متصلة، عم نقرأ التشهد الأوسط والأربع ركعات جهرا. هل هناك مانع؟ لا يوجد مانع. هذه الصلاة عند الأحناف جائزة. صلاة التراويح عند الأحناف كل 4 ركعات بسلام واحد، بصح. يصح يا شباب، يصح. صلوا على رسول الله. تابعك الشيخ عبد العزيز محمد، أهلا وسهلا. شيخ اللي عليه الصيام كم لازم يدفع فطرة؟ الفطرة يا شباب، صدقة الفطرة ما بتتغير، كل اللي عليهم الفطرة نفس الفطرة. الولد الصغير قد الزلمة الكبير، قد المرأة قد الذكر. عن كل شخص 3 كيلو من البرغل أو من العدس أو من القمح أو من الزبيب أو من التمر، 2.5 كيلو ل3 كيلو من أوسط ما تطعمون أهليكم. لا بتجيب من الرز الفاخر على الآخر، ولا بتجيب من الرز المكسور كسر. الرز اللي بتطبخه أنت ومرتك بالبيت، يلي هذا موجود بالبيم وكذا هيك،
جيب عن كل شخص عندك بالبيت 2.5 كيلو. عندك 3 أولاد وأنت وزوجتك، قديش بيطلع عليكم؟ 12 كيلو ونص. اشتري 12 كيلو ونص رز ووزعهم، أو قيمتهم، وزع قيمتهم. قديش حق كيلو الرز اليوم في تركيا مثلا؟ حق كيلو الرز 30 ورقة 32 ليرة. معناتها 1.5 كيلو حقهم قديش؟ شي 70 75 ورقة. أنا عندي 3 أولاد، 75 ليرة على كل ولد، 70 ليرة على كل ولد. وهكذا قالت الحكومة التركية. الوقف الديانة التركية قال صدقة الفطرة عن كل شخص 70 ليرة. والسوريين الفقراء اللي أوضاعهم تعبانة واللي عندهم أولاد كتير مثل سيدنا الشيخ طه، إذا أقل بشوي كمان بيمشي الحال، بيمشي الحال. الآن الزلمة اللي ما عم يصوم لأنه مريض، هذا عليه فدية وليس فطرة، اسمها فدية. عن كل يوم 1.5 كيلو رز، أو كيلو رز بكفي. كيلو للكيلو ونص رز بكفي. يعني عندنا حجي كبير بالبيت معه مرض ما بيصوم، منخلص رمضان كلياته 30 يوم ما صام ولا يوم، كل يوم 1.5 كيلو رز. عن رمضان كله 45 كيلو رز. بيروح ابنه بياخذ منه مصاري من اجرة الارض، من حق البستان، من اللي مصمدهم اذا معه مصاري، او ابنه بيدفعهم منه. بيشتري 45 كيلو رز وبيوزعهم على فقراء الحارة. وين في فقير نعطيه 2 كيلو رز، 3 كيلو رز. بيقدر يشتري شوية رز، شوية قمح، شوية برغل، لكل واحد شوي. 45 كيلو عن كل رمضان للمريض اللي ما بيقدر يصوم، المريض العاجز اللي ما عاد يقدر يصوم طول حياته. أما المريض اللي عنده عملية، المريض اللي عنده عملية، المريض المسافر، الزلمة المسافر، المرأة الحائض، المرأة النفساء، بس يخلص رمضان ويطيب من مرضه، يرجع من سفره، بس بيصوم وما بيدفع شيء. صلوا على رسول الله محمد. يا شيخ صار عندي 225 واحد على اللايف. تمام. ما بدي اعطلك عن قراءة قرآن، إذا بدك بنزل. يا شيخي الله يكرمك. إيه؟ طلعت بنت الله يجزيها الله يستر عليها، طلعوا معي 3000 بني آدم، 3000 على اللايف. فالكثرة والقلة ما لا معنى شيخي. المهم ان ايش نحن نقرأ ونرجو الله القبول. لك هلا انا ما بدي بطل اقرا مشان الكثره ولا القله، بس ما عاد لحقت اسئله. عم بقرا سؤال وترك 20. نعم 240 واحد. نعم. شيخ انا ما احسن اصيم، بصير ادفع كفاره. ايش قد ادفع؟ ما تحسن تصوم ليش؟ اذا مريض وقال لك الدكتور افطر بتفطر. اما والله ما بحسن اصوم لانه بالعاده بتدخن، وهلا ما عم تدخن برمضان عم تتعب. لا صوم اخي صوم. انا عامل عمليه كليه، اللي عامل عمليه الله يعافيه يفطر، اللي عنده عمليه يفطر. طيب شيخ انا فطرت بسبب الم اسنان واضطريت اخذ مسكن الم. بجوز اذا واحد اتصل على دكتور الاسنان قال له انه انا السن اللي حشيت لي اياه امبارح مغوب لي قلبي، ما عم اقدر اتحمل الالم، عم افقد عقلي من الالم، بيقول لك الدكتور روح خذ حبه التهاب مشان يسكن المك، حبه مورفين مدري شو بسموها هي، دواء بنادول. ايه بجوز. شيخ انا عندي سكر وضغط ما بحسن صوم. تفطر وتدفع عن كل يوم 1.5 كيلو رز او عدس او قمح. انا فطرت بسبب الم الاسنان واضطريت ان شاء الله ما في شيء يا شباب. يا سيد هل التيك توك كويس لنا؟ والله انا شايفه كويس لإلي، والله العظيم انا شايف انه التيك توك كويس لإلي وكويس للمتابعين الاكابر. شر احسانكم بالخير يلي عم يجوا على الصفحات الدينيه، واللي عم يجوا على صفحات القران، واللي عم يتابعونا، واللي عم يسمعوا. يعني قلما تجد لايف ديني في عليه 225 واحد، وخصوصا في رمضان. اذا اجيت على لايف ديني لقيت عند شيخ 225 واحد او 222 واحد، هذا كرامه، هذا توفيق من الله. الناس اليوم كلها لح الاغاني ولح التحديات ولح الرزاله ولح الرقص. احمدوا الله انه الله جعلنا واياكم في غرفه مغلقه الان هون مع بعضنا، عم نذكر الله، عم نقرا قران،
عم نفتيكم بمسائل الصيام وأحكام الزكاة والفطرة وغيره. هذا فضل من الله، هذا فضل من الله. مو أحسن ما نكون هلأ مفطرين لا سمح الله؟ مو أحسن ما نكون هلأ قاعدين عاملين تحديات مع بنات بلا طعمة؟ الحمد لله، الحمد لله. التيك توك ويوتيوب وفيسبوك وتويتر وانستغرام وتليجرام وكل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الانترنت سلاح ذو حدين. فيك تساويه منبر للدعوة إلى الله، وفيك تساويه منبر للدعوة إلى الشيطان والحرام والزنا والغنى. الغناء أنت اللي بتتحكم فيه. أما تقول لي والله أخي التيك توك حرام، شو هذا التيك توك حرام؟ يا أخي التيك توك برنامج بتنشر عليه قال الله وقال رسوله بصير حلال، تنشر عليه شغلة بلا طعمة صار حرام، خلصت السيرة. بيجي بيقول لك شيخ أنت هون محلك، لك شو شايفني محلك؟ شو شايفني عم برقص؟ أنا شايفني عم برقص؟ أنت هون محلك؟ إيه هون محلي. قلنا لك تعال معنا على الجامع، ما بدك تجي على الجامع. تعالوا على بيت الله، ما بتروحوا على بيت الله. تعالوا على كلية الشريعة، ما بتجي. تعال على المعهد الشرعي، ما بتجي. تعال على درس العلم، ما بتجي. تعال اسمع بيوتيوب، ما بتجي. بدك تروح على تيك توك. اجيت انا فوق تيك توك، قعدت على نفسك، يا بتجي بتحضر عندي يا اما بدي يصير اطلع لك بالمنام. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. اهلين وسهلين، اهلين وسهلين. كبسوا يا شباب، كبسوا كبسوا على حب النبي، كبسوا. الله يبارك ان شاء الله تعالى. احبابي تابعوا اخونا الشيخ محمد قلب اللوز جزاه الله كل خير. وهي دعوة سيدنا ابراهيم، سيدنا ادم وامنا حواء. قال ربنا ظلمنا انفسنا. اسمعوا الى قول الحق جل جلاله على لسان امنا ابونا ادم بس وامنا يا حواء. سيدي نعم. في واحد كاتب لي بدك تسترزق. يا شباب والله اللايفات الدينيه عم بحلف لكم بالله يمكن بالشهر كلياته، مع انه انا بطلع كل يوم، بالشهر كلياته ما بيجيك $10. والله يمكن بكل الشهر ما بفوت عليك الماسات $10. في بعض اللايفات، في بعض اللايفات تبع الرقص وتبع السخافه وتبع الاولاد اللي عم تتنطوط ويحرس دينك ويحرس دينك وكذا، بالسهره عم يطالع $5000. 5000 بتدفعوا لهدنك يلي عم يرقصوا واللي عم يعطلوا واللي بيضحكوا واللي بينكتوا كلام بلا طعمه واللي بيحكوا كلام رزيل من الزنار ونازل مع البنات اللي معهم على اللايف. وبعدين بتجي لعند شيخ بتقول له انت قاعد عم تشتغل بالتيك توك مشان تسترزق. يا شيخي قل له انت ايش طالع على التيك توك؟ انت مو شريف؟ ما بعرف. انت قل له كينج مرحبا حضرتك. من بلاد الشام، انا من بلاد الشام يا شباب. حبيبي انا في عندي موعد، الله يجزيك الخير. روحي الله يكرمك. الله معك يا شيخ. نقرا صفحه نقرا صفحه، نقرا هذه الصفحه. يلا بقرا. استغفر الله. اقرا انا. انت مخير. اي بقرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا شباب قبل أن أقرأ، أنا بعرفك بتشرف فيك يا أخي، والنعم أخي. إيه والنعمة، بعرف إنك عرفتني، ولكن نحن ما بنحكي لا من وين ولا وين ساكنين وكذا. هي المعلومات ما في داعي تنتشر أمام الناس يعني. أنا وقتي انتهى حبيبي. السلام عليكم. إلى اللقاء، مع السلامة، مع الله السلامة. يسلمك يا رب. في أمان الله.